السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا هنا سمك مكريل هنعمله صينية. نشوف كده المقادير. معايا هنا بصل وثوم، فلفل ألوان، فلفل حامي طبعا حسب الرغبة، بضربهم كده في الكبة. معايا بقى التوابل: ملح، بابريكا، بهارات سمك، وأي بهارات بقى مشكلة، وكمون طبعا، والكزبرة ناشفة. اضربهم كده كويس في الكبة. شايفين بقى جمال الخلطة. معايا هنا بقى بصل، اي كمية انتوا عايزينها، بتبلها كده بملح وفلفل وبابريكا. بدعكم كده بايديا. متنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك في القناة لو بتشوفوني لأول مرة، بعد اذنكم يعني. كده الخلطة معايا جاهزة. شايفين بقى جميلة ازاي. معايا البصل حطيت معاه شوية خلطة، وكمان فلفل ألوان وطماطم. اقلب كله كده بالشكل ده. طبعا ما خدش الخلطة كلها، انا خدت بس منها شوية. معايا الصينية بقى كده افرد فيها الحاجات الجميلة دي كلها. معايا بقى السمك كده منضفاه، عامله له فتحات كده علشان ندخل فيه التتبيله. نضفته وغسلته كويس قوي. بص بقى كده على الخلطه السمك. احط من التتبيله بقى كده على السمك وادخلها جوه الفتحات. بتبل بقى السمك بالشكل ده كده كله، بالخلطه اللي انتوا شفتوها الجميله دي. شايفين بقى الجمال ما شاء الله. معايا بقى كده شرايح ليمون، احطها عليه برضو تبقى جميله قوي برضو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ دخلتها الفرن وطلعت بالجمال ده. حطينا بقى الفطار كده، سمك والرز. اتفضلوا معانا. يلا اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله.